هاي، أنا وصال. حلقة النهاردة بعنوان He is not the one for you. ايه اللي بيخلينا نكمل في علاقات توكسيك رغم ان احنا عارفين انها مش مناسبة لينا؟ في حلقة النهاردة جمعت اهم الاسباب النفسية اللي بنمر بيها كلنا بتخلينا نتمسك باوضاع توكسيك مش مناسبة لينا، في سبيل ان احنا نحس بالحب ولو حبة صغيرين قد كده. كلنا بلا استثناء بنمر في حياتنا باشخاص، الاشخاص دول يا اما بيكملوا معانا يا اما بيخرجوا. لما الانسان بيكون بحالة الاكتفاء الذاتي عاطفيا من كل حاجة بيقدر يختار شريك حياته صح. يعني لما بتكوني مش عندك فراغ عاطفي، ناجحة في حياتك، عندك دعم من صحابك ومن اهلك، محاطة بعلاقات سوية، ساعتها بيكون عندك زي بارير او حاجز بيمنع العلاقات التوكسيك انها تخش حياتك. لو انتي ما عندكيش اي نوع من انواع الاحتياجات العاطفيه، انتي لو مستقره نفسيا 100%، البارير ده او الحاجز ده بيمنع ان يخشلك اي علاقات توكسيك. تلاقي نفسك بتخرجي من حياتك او بتعملي فلتر للناس اللي مش مناسبه ليكي. الحاجه دي بتحصل لا اراديا لو انتي حاله نفسيه كويسه. فعشان كده انا جايه النهارده اقولك كلنا بنمر بمواقف وظروف صعبه في حياتنا مش بتخلي فيه استابيليتي او استقرار نفسي بيخليكي تفلتري الناس التوكسيك دي من حياتك. فايه هي الاسباب النفسيه اللي بتوصلك انك تتمسكي بشخص مش مناسب ليكي رغم انك عارفه متاكده انه بيأذيك؟ رقم 1، خوفك من الوحده. وانا بتكلم عن الوحده مش بمعنى ان انتي قاعده في اوضه فاضيه او ما عندكيش صحاب. ده شكل من اشكال الوحده، بس احيانا ممكن تكوني سوشيالي حياتك تمام جدا او اجتماعيا عندك صحاب وبتخرجي بس مفيش ولا حد فيهم بيفهمك. فانتي في وسط الزحمه وفي وسط الناس الكتير ممكن تكوني بتضحكي وبتهزري بس ستيل في حاجه جواكي مخلياكي مش مبسوطه بتدوري عليها مع حد معين. والشعور ده بيخليكي تتمسكي باشخاص توكسيك لمجرد ان بينك وبينهم كيمستري او بيحسسوكي ان هم فاهمينك. بس انا حابه اقول حاجه، انه للاسف لو انتي عملتي كده انتي بتضري نفسك اكتر ما بتنفعيها. وهنا خلينا ننقلك لجزء تاني ناس كتير قوي مش بتبقى واخده بالها منه، بس للاسف الجزء ده بيخليكي تاذي نفسك اكتر، وهو انك تسرفي في المشاعر، تدي مشاعر بطريقه اوفر اكسسيفنس فيلينجز للشخص اللي في حياتك وهو لسه ما قدملكيش اي حاجه تديله عليها كم المشاعر ده. يعني بتبداي تدي حب كتير، اهتمام كتير، تركزي في تفاصيله وتوفر ثينك كل تصرفاته، تحسي انك عايزه ترضيه باي شكل من الاشكال وتنسي طبيعتك كامراه مستقبله. البنت في البدايه عشان تحب لازم تستقبل، لازم تسمح لنفسها ان هي تاخد الحب والاهتمام والرعايه، تحط في الفيمينين زون بتاعتها الصح المناسبه ليها، لان هو ده الطبيعي. واي حد يجبرك او يحسسك انه دورك انتي اللي بدري وتبداي وتتكلمي وتهتمي، فهي is not the one for you اللي هي عنوان الحلقه. وانا هنا مش بقول ان انتي تكوني جافه، لا، انتي تدي بحساب، وبالذات في الاول ما تخليش المشاعر اللي انت حاساها بالوحده او بالفراغ تخليكي تعملي حاجات تاذيكي اكتر وترجعك من سيء لاسوء. تاني حاجه بتخليكي تكملي مع ناس مش مناسبين ليكي، التعلق بالذكريات الحلوه. خلينا نتكلم عن الجزء ده واحده واحده. اول ما بيدخل في حياتنا حد احنا بنبقى متحمسين ليه وهو كمان بيبقى متحمس لينا، فاحنا بندي احسن ما عندنا وهو بيدي احسن ما عنده، فبالتالي بنكون احنا وهو ذكريات حلوه جدا. الذكريات دي بتخليكي اتاجد او مرتبطه اكتر بالشخص ده. مش مقياس ابدا ان الشخص ده مناسب ليكي او لا. لما بتقربي اكتر من الشخص ده تكتشفي فيه صفات مش مناسبه ليكي او حاجات توكسيك عملها اذاكي بيها، انت بتتمسكي بيه وتفضلي قاعده على امل ان الذكريات الحلوه دي ترجع تتكرر تاني. خليني اقول لك التفسير النفسي ورا الموضوع ده. الانسان البشري بطبيعته بيميل للراحه وبيميل للتمسك بالحلو، ودي زي تكنيك او آلية معينه المخ بيعملها اوتوماتيكلي علشان يهرب من كل حاجه بتاذيه او كل حاجه بتضايقه. مخك بيعمل كده كنوع من اسكابيزم او الهروب من الواقع، فبالتالي بيفكرك بكل اللحظات والميموريز الحلوه اللي عشتيها مع الشخص ده وخليكي تتجاهلي المواقف المؤذيه اللي هو عملها معاكي. تاني حاجه انك بتبقي عايشه على الامل ان اللي حصل زمان هيحصل تاني دلوقتي، واكشلي انت بتبقي حبيتي نسخه معينه والنسخه دي مش افيلبل دلوقتي او مش متاحه دلوقتي، فعشان كده انت مش قادره تنسي ومش قادره تتجاوزي او تعملي موف اون. وده بيوقع ناس كتيره قوي في وهم اسمه وهم التغيير. تبقي عايشه على امل ان الشخص هيتغير، هيرجع كويس، هيتحسن عشان انا بصبر وعشان انا بديله حب واهتمام ورعايه وصبر وجمال وطيبه وحنيه فهو هيتغير. حقيقه هو مش بيتغير، محدش بيتغير.
واحده صاحبتك، حد في حياتك، ايا كان نوع الشخص ده، بنت او ولد، مفيش حد بيتغير فعلا الا لو هو كان بيحبك من قلبه. الشخص اللي بيحبك من قلبه هو مش هيسبب لك اي شعور مؤذي. لو سبب لك شعور مؤذي مش هيوصلك لدرجه ان انت تبقي تعبانه نفسيا او منتلي مش ستيبل وبتشتكي ونفسيتك تعبانه وشايفه الحياه بشكل وحش. واحيانا في بنات بتكتئب وبتتدمر في دراستها وفي حياتها. ده مش حب خالص. حاجه كمان اللي بتخليكي تتمسكي بالذكريات اكتر، انت بتبقي شخص سنتمنتال قوي او شخص عاطفي قوي، فالايموشنز بتاعتك بتغلب الاويرنس او بتغلب الوعي بتاعك. يعني قلبك بيتحكم فيكي اكتر من عقلك، وده بس عشان انت بتحبي، مش معنى كده ان انت بتتعاملي بعاطفك مع كل الناس. انت ذكيه جدا وعارفه ازاي تتعاملي مع كل الناس، بس once you fall in love الايموشنز هي اللي بتتصرف اكتر من الاويرنس او اكتر من مخك بكتير. ودي حاجه عند اغلب البنات، يمكن عند كل البنات والولاد. يعني اي حد بيحب حقيقي مفكرش بعقله اصلا. تالت حاجه بتخلينا نكمل في العلاقات التوكسيك اللو سيلف وورث او انخفاض تقدير الذات. مش حاسه بقيمه نفسك او مش حاسه ان انت تستاهلي تتعاملي كويس، عشان كده بترضي باقل حاجه وبترضي بالاذى وبتصبري على الاذى ده عشان شايفه انه ده احسن حاجه ممكن توصلي لها. ده غلط جدا وبيوقعك في الاستغلال. بيخلي الشخص اللي قدامك يستغلك ويستخدمك كانه هو شايفك ببساطه قابله باي وضع ومش حاطه حدود لنفسك ومش بتاخدي موقف، على طول بتغفري وعلى طول بتسامحي، والشخص اللي قدامك بيبقى خلاص فقد احترامه ليكي. وده مش معنى كده ان انت حد وحش، بالعكس انت بتبقي حد طيب جدا وبريء جدا، وكل اللي عايزاه ان انت تتحبي صح. الفكره كلها في اللو سيلف وورث. هو ده بيبقى inner voice او صوت داخلي بيقولك انت تستاهلي وانت تستحقي. معظمنا بقى عنده الوعي بحته الهاي سيلف وورث واللو سيلف وورث دي، ان اغلب البنات لما بتحس ان هي مش متقدره وان هي فعلا قدمت احسن حاجه عندها وما لقتش مقابل، بتختار ان هي تمشي بعد ما تكون اكتفت. بنت او ولد، اي حد بيبقى مع شخص مش مقدره هو بيختار ده، وده بيبقى قرار احسن قرار في الدنيا هو بيبقى عمله. وانا عايزه اقول حاجه مهمه بخصوص الصبر او الانتظار اللانهائي على الشخصيات السامه. مفيش حاجه اسمها نتحمل الاذى باسم الصبر. حتى الصبر في الدين مش معناه ان احنا نسكت على الاهانه او الخيانه او الاذى النفسي. الصبر ده بيكون على البلاء بتاع ربنا، مش اهانه انسان ليا. لازم نعرف الفرق بينهم. Here is the difference. ان انا اصبر على حاجه ربنا ابتلاني بيها، كده كده ربنا بيحبني عايز يعلمني حاجه، غير ان انا اصبر على شخص بيأذيني بيقلل مني او اي شكل من اشكال الاذى النفسي. في حاجه انا مؤمنه بيها جدا، وهي عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. مش كل حاجه بدايتها حلوه معناها ان هي هتكمل للنهايه كويسه. في حاجه انت ممكن تحبيها ممكن نتعلق بيها جدا، بس هي اكتر حاجه مؤذيه هتدمرنا ومش شبهنا. عشان كده ربنا شايف لك الامور من فوق، من منظوره هو مش من منظورك انت كانسان. هو شايف حاجات تانية انت عمرك في حياتك ما هتدركيها ولا تستوعبيها الا ممكن بعد سنين، وفعلا تعرفي ان لا، ربنا رحمني، ربنا اختار لي الطريق الصح. انا لو كانت الحياه مشيت على مزاجي انا كنت هتاذي وهتدمر، فالحمد لله انها جت على قد كده. لازم نؤمن بالموضوع ده 1,000,000%. رابع حاجه بتخلينا نتمسك بالعلاقات التوكسيك هي الفيك promises او الوعود الكاذبه. وعود كلام كتير، هعمل، هتغير، كل اللي نفسك فيها يحصل، وفي الاخر ولا حاجه بتحصل. بالعكس at the contrast او على النقيض، كل حاجه انت بتكرهيها هي اللي بتحصل، ومفيش حاجه واحده انت بتحبيها بتحصل. كأن الاهتمام بيجيلك بالقطارة، وكل ما بتاخدي القرار ان انتي تمشي ترجعي تاخدي نقطة صغيرة قوي من فتات الاهتمام عشان تخليكي تكملي. برضو البنت بتكون سنتمنتال او عندها ايموشنز فبتضطر تقعد تكمل عشان الناس بيصعبوا عليها، سواء بقى صاحبتك، بارتنر في حياتك، وات ايفر. بس حتة الايموشنز لما تكون مسيطرة عليكي بتستني اكتر، والبروميسز الكدابة او الوعود الكدابة بتخليكي تقعدي اكتر واكتر، بتاخدي وقت على ما تدركي ان الشخص ده كان بيضحك عليك. خامس حاجه بتخليكي تكملي وهي عدم وجود الدعم النفسي او الاجتماعي. بتكوني يعني وحيده، مفيش حواليكي حد يفهمك ينبهك يقولك انتي ماشيه في طريق غلط، الحد ده مش مناسب ليكي، صاحبتك دي بتكرهك مش بتحبك، غصب عنك ما بتبقيش شايفه. زي ما قلتلك الايموشنز مسيطره على الاويرنس او العواطف بتاعتك مسيطره على الوعي، مش قادره تشوفي الحقيقه، رغم ان انتي مواقف تانية قادره تشوفي حقيقه الناس كويس وبتنعزلي وبتنفصلي عنهم خالص. بس الناس اللي انتي اتاجد قوي ليهم دول بتكملي معاهم، ليه؟ عشان بيكون مفيش دعم او سبورت من اللي حواليكي. وانس تحسي ان في شعور انذار او وارنينج جواكي ان في حاجه غلط، والشعور ده على طول مستمر وكونتينيوس، فاكشلي هي از نوت ذا وان فور يو. مش هو ده الشخص اللي ينفع تكملي معاه، او مش هي دي الشخصيه اللي ينفع تكمل معاها. في نهايه الحلقه عايزه اقول ان ربنا خلق الانسان مكرم بالفطره اللي ربنا خلقها فيه، هو ليه قيمه وليه كرامه، مش محتاج يطلب اهتمام
اهتمام، مش محتاج يحس انه متشاف، مش محتاج يشرح مليون مرة هو عايز ايه، ولا يستنى فتات الاهتمام والحب من شخص. مش الطبيعي ان احنا نتساوم على كرامتنا عشان نكمل مع ناس، نصبر على عدم التقدير عشان ما نبقاش لوحدنا. ربنا نفسه قال ولقد كرمنا بني ادم. ربنا خلقك فطريا عندك كرامة وعندك قيمة، فانت ليه تروحي تفقديها مع حد؟ فلازم كلنا نبقى عارفين قيمتنا لنفسنا، وما نفقدش القيمة دي عشان خاطر اي حد ايا كان هو مين. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. استنوني الحلقة الجاية، هتكلم معاكم عن موضوع حلو قوي ان شاء الله يعجبكم. وبس كده، انا خلصت. باي باي.